ليه الزميل الجديد بياخد أكتر منك وإنت اللي شايل الشغل؟ لو ده بيحصل عندكوا، اعرف إن المشكلة مش فيك، المشكلة في نظام بيكافئ الاستقطاب وبيعاقب الاستقرار. اسمعني كويس. أكتر مشهد متكرر: وظيفة مفتوحة بقالها شهور، الإدارة مستعجلة، فيجيبوا مرشح تقيل بمرتب أعلى من نطاق الفريق علشان نعدي الأزمة. بعدها الحياة تكمل عادي، إلا إن رواتب القدامى تفضل متجمدة عند سنة قديمة، ومراجعات الزيادات تمشي على مزاج مدير مش نظام شركة. والنتيجة فجوة رواتب تكبر في صمت لحد ما تنفجر في شكل إحباط، استقالات صامتة، وسمعة داخلية بتتدهور. خليني أبسطها: الفرق في المرتب مش معناه إن قيمتك أقل، أوقات كتير ده انعكاس لاختلال تنظيمي. لما الهيكل يتبني على استعجال والزيادات تتوزع من غير معيار موحد والرواتب ما تتراجعش دوريا، يبقى إحنا بنصنع الأغلى دايما هو الجديد، وبنقول للي وافيين من غير ما نتكلم شكرا بس ما تستناش العدل. الخسارة هنا مش أرقام وبس، الثقة بتتكسر، روح الفريق بتتفك، الناس الجد بتسكت وبعدين تمشي. كل مرة موظف متمرس يمشي، الشركة بتدفع فاتورة خفية: نقل معرفة، منحنى تعلم لحد جديد، أخطاء بداية، وتأخير تسليمات. يعني أنت بتوفر النهاردة وتخسر بكرة ويمكن بعده. طب الحل إيه؟ لو أنت صاحب قرار، اسمع الخلطة المضادة اللي بتقفل النزيف وترد العدالة لمكانها الطبيعي. أولاً، نطاقات راتبية واضحة لكل وظيفة، مربوطة بقيمة الدور في السوق مش بظرف الاستعجال. اللي داخل جديد يتسعر من نفس الجدول، والقديم يتراجع وضعه أوتوماتيك. تانياً، مراجعة سوق ربع سنوية، وتصحيح ضغط الرواتب للقدامى اللي بقى فرقهم مع السوق كبير. التصحيح ده استثمار في الاحتفاظ مش مجاملة. ثالثاً، معيار زيادة واحد على مستوى الشركة: الإنجاز والأثر، مش قربك من مديرك. نفس الأداء يساوي نفس الزيادة أياً كان الفريق. رابعاً، الاستثناءات تقل وتتوقع. أي تعاقد خارج النطاق لازم سبب مكتوب وخطة تصحيح لفريقه خلال 3 شهور عشان ما تخلقش شروخ. خامساً، شفافية وقدر محترم. الناس مش لازم تعرف أرقام بعض، بس لازم تفهم النظام، إزاي بنقيم وإمتى بنصحح وإيه سقف النطاق. ولو أنت موظف حاسس إنك اتقفشت جوه الفجوة، ما تستسلمش لوجع الصمت. عرف قيمتك بالأثر، حط على ورقة إنجازات آخر 6 ل 12 شهر رقم وتأثير: وفرنا كام، زودنا إيه، وسلمنا قبل ميعاد إزاي. هات مرجع محترم للرواتب دورك، 3 مصادر لو قدرت، واكتب فرق النطاق. اطلب جلسة قصيرة وواضحة: أنا شايف إن قيمة دوري النهاردة يساوي النطاق كذا، واللي أقدر أقدمه في الربع الجاي 1 و2 و3. طلبي تصحيح تدريجي خلال 3 شهور. خلي الطلب مهني ومكتوب. لو مفيش أرضية حركة، حط خطة نقل محترمة، حدد المعايير اللي مش هتتنازل عنها، وابحث عن بيئة بتقدر الاستقرار زي ما بتقدر الاستقطاب. اختبار عدالة 60 ثانية لأي قيادة: لو بكرة عيننا واحد جديد على نفس دور أقدم موظف، هل نعرف نوضح ليه المرتب مختلف؟ هل عندنا خطة تصحيح لقدماء الفريق؟ وهل الزيادة السنوية بتقاس على أثر ولا على مزاج؟ لو الإجابة مغبشة، يبقى عندك فجوة لازم تتقفل قبل ما تتوسع. الموضوع أكبر من كشف مرتبات، الراتب رسالة، وطريقة توزيعه بتقول للناس إحنا مين. شركة بتكافئ اللي يجي، ولا شركة بتحافظ على اللي بنى؟ شركة بتدور على لمعة سريعة، ولا بتستثمر في عقل يكمل سنين؟ قبل ما أقفل، عايزك تفتكر الجملة دي: أغلى موظف مش اللي قبضه أعلى، أغلى موظف هو اللي لو غاب النظام يهتز. وده مش شماعة نرميها على الناس، ده إنذار إن المنظومة محتاجة تتعادل. لو الحلقة لمستك، اكتب كلمة عدالة في الكومنت، واحكي موقف شفت فيه فجوة رواتب أثرت على الفريق ومن غير أسماء. وشارك الحلقة مع مدير أو HR محتاج يسمع إن مكافأة الاستقطاب من غير حماية الاستقرار بتطلع الموظف الجديد الأغلى وبتطرد اللي فعلا أغلى. الكلام اتقال، دورك بقى تختار: نظام يعدل ولا ناس تمشي.